أنا أحب حبات البامية، أكلها هيجي بالخبز، والله رائعة وما تفرق عن بامية لحم الغنم. السلام عليكم. وصفتنا اليوم وصفة لذيذة جدا. راح أسوي بامية شتوية تكون ثخينة، وراح أسويها بلحم البقر. تابعوا وياي الوصفة. أول شيء أسويه على بركة الله، بعد ما نظفت اللحم غسلته بشكل جيد، راح أقطعه على شكل مكعبات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اللحم طري وصغير، وإن شاء الله راح يستوي بسرعة. أكمل تقطيع ونرجع نكمل الخطوات إن شاء الله. بعد ما كملت التقطيع، عندي قليل من لية الخروف المفرومة، ممكن تكون مقطعة مكعبات أيضا إذا كانت موجودة. وهسه راح ننتقل على الطبخ. بما أنه اللية قليلة فراح أخلي زبدة، ممكن إضافة زيت أيضا بدل الزبدة، لكن الزبدة راح تطلع طيبة ويا البامية. وأيضا اضطري لحمة البقر. وهسه أقلب إلى أن تذوب الزبدة وأيضا يذوب الشحم. استمريت بالتقليب وغطيته شوية، وراح استمر بهاي الطريقة كل شوية أكشفه إلى أن يحمص وياخذ لون بني. بهالأثناء راح نخلي 3 فصوص من الثوم وورقات، خلي تنزل بالكعب الجدر. هنا النار عالية، وطبعا دا أراقب اللحم حتى ما ينحرق مني. بعد ما حصلت على هاي النتيجة، الريحة تجنن، ريحة الثوم ويا ريحة اللية والزبدة وريحة اللحم وهو يحمس. هسه راح أضيف مي حار، لازم يغطي اللحم لأن لحم بقر ويحتاج طبخ. وأخليه هسه على نار متوسطة، وشوية ملح مع الملح، أضيف شوية ملح، هاي الكمية البسيطة. أغطيه على نار متوسطة مع المراقبة إلى أن ينضج تماما. بعد ما استوى اللحم تماما، بعد هسه ما يحتاج أحمسه لأن أنا حمسته لقدام وأخذ لون. راح أخلي البامية وأضيف الملح وأزيد الثوم حسب رغبتكم، الكمية مالته يعني حسب الرغبة. أنا زيدته. وهسه أضيف ماء حتى تستوي حبات البامية. هذا يكفي. راح أخليها على نار عالية إلى أن تنضج حوالي 95% أو 97% تنضج البامية، ما يكون نضوج تام وتذوب. نخلي بيها شوية نفس، وبعدين أضيف عصير الطماطة ومعجون الطماطة إن شاء الله. بين ما حبات البامية على النار بدها تطبخ، راح أعصر شوية طماطة. هاي الطماطة شوية لينة ولونها أحمر. أفضل أنواع الطماطة هنا بتركيا هاي الطماطة، أشوف اللينات تكون أفضل. هاي 5 حبات من الطماطة راح أعصرهم وأحضرهم بين ما تستوي البامية. هسه أضيف بعد ما نضجت حبات البامية حوالي 95 إلى 97% نضوج، أضيف عصير الطماطة، وأيضا أضيف معجون الطماطة. هاي ملعقتين من معجون الطماطة، أضيف عليهم مي حار وأذوب المعجون قبل ما أضيفه على البامية.
لما تغلي أشوف إذا العصير كافي أو أضيف معجون مرة ثانية، يبين عندي إذا العصير ثخين أو لا، أو حسب رغبتكم. إذا حبيتوا الزيتون على هاي الكمية ممكن تضيفون ملعقتين بعد معجون، وتضيفون أيضا قلاصين من المي يصير جدر كبير، أو تخلوه جدر صغير مثلي، كمية المرق يعني قليلة. راح أتركها تتسبك وتقدم إن شاء الله. بين ما تتسبك البامية أنا عجنت عجين طحين أسمر وطحين أبيض، خلطته مي وملح، مي دافي وملح وخميرة بس. هسه راح أسوي لكم خبز أيضا بالطاوة، نفس الخبز اللي سويته بالمرة السابقة، اللي هو خبز التنور من غير تنور، يشبه خبز التنور يعني قرص أعراض إن شاء الله. وهاي البامية الجميلة أصبحت جاهزة وتسبكت ورائعة جدا. هسه راح أنزلها بطبق التقديم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحتها تجنن، ريحة الثوم، وأكيد الزبدة راح تبين ريحتها أيضا. هذا الطبق اقتصادي، وهاي البامية مالتنا بامية اقتصادية غير مكلفة، وطبق عائلي. ممكن تزيدون المرق ويصير يعني مال عائلة كبيرة. اللحم ذايب ذوب، وطبخت وياه التمن. التمن سويته سلق يعني تصفاية، وما خليت له دهن صراحة. أنا ما أخلي دهن حتى تشوفون اللحماية، شوفوا ايش قد مستوية، ذايبة ذوب، والمرقة طيبة ولذيذة. وما ننسى الخبز العراقي اللي هسه خبزته أمامكم، خبز تنور من غير تنور، قد مقسد وحلو وسهل وسريع التحضير. شوية خمرة ومي، مي دافي، وهاي طبعا أكلنا من عندها القرصة ما تحملنا. أيضا راح ناكلها ويا البامية. خبزة لينة ورائعة جدا. أنا أحب حبات البامية أكلها يجي بالخبز، والله رائعة، وما تفرق عن بامية لحم الغنم، تجنن. أتمنى تستفادون من الوصفة أعزائي المشاهدين، وشكرا لمشاهدتكم، وعليكم بألف عافية.